بالعافية. الفيديو كان بيتكلم على واحدة ست بعتة بتقول أنا لما جوزي بيوصل البيت وبسمع صوت مفتاحه بيفتح باب الشقة بطني بتوجعني. وكانت بتقول إن هي قد إيه بتكره نفسها وهو موجود، وقد إيه إن هي بتحط كرامتها وإنسانيتها على جنب أول ما يدخل البيت تاني، وبالعكس أول ما يخرج من البيت بتحس إنها بني آدمة طبيعية وإنسانة عادية جدا هي وولادها. وكانت بتقول إن هي مش عارفة هل ولادها لما يكبروا هيقدروا التضحية اللي هي قدمتها عشان يفضل أبوهم موجود في البيت وفي حياتهم. ونزلت الفيديو، اتفاجئت إنه جاب 1,800,000 وزيادة، وجاب كومنتات كلها فاجئتني. كومنتات كتيرة جدا لدرجة إن أنا حسيت إن العالم كله موجوع. أنا ما كنتش متخيل إن الحالة دي متكررة للدرجة دي، يعني واحدة بس اللي بعتت لي، لكن الدنيا كلها دخلت أكدت كلامها في الكومنتات. أنا مش مصدق. قبل ما نخش في الكومنتات اللي لفتت نظري، خلينا اقول ان كان في كومنتات ايجابيه، يعني كان في عدد مش كبير قوي، ما لا يقل عن 15 20 كومنت من وسط حوالي 2000 2500 كومنت. ال 15 20 دول كانوا بيقولوا انا بحب جوزي وبستنى رجوعه ومش عارف ايه، وانا ربنا يخليه ليا والله يرحمه كان جميل، او الله يخليه لينا ويبارك فينا وبتاع. بقيه الكومنتات اتقسمت لثلاث اقسام. اول قسم الزوجات، اللي هو نفس قصه الست اللي انا بتكلم عنها. كومنتات غير طبيعيه. اول كومنت لفت نظري، ست كانت بتقول احنا بنبقى عاملين زي العصافير على الشجره هي وعيالها، وهو عامل زي صوت طلقه الصياد. اول ما يسمعوا عربيته بتركن تحت البيت كل واحد يتفرق، ايا كانوا هم قاعدين بيعملوا ايه، كل واحد يروح اوضته يستخبوا، لا بيقعدوا مع بعض. التشبيه خوفني، صوت طلقه الصياد والعصافير. ايه ده؟ ايه ده؟ وكومنتات بقى من هذا القبيل كتيره جدا. واحده تانية كانت بتقول انا بحس ان انا الاكسجين بيقل، صدري بيضيق عليا، بحاول ان انا ارد على قد السؤال، بحاول استنى الوقت اللي هينام فيه ويصحى تاني يوم يروح الشغل. طب ايه يا جماعه، انتوا محبوسين يا جماعه؟ هو الناس اللي عايشه كده طبعا يعني اولا ربنا يعني يعافيكم ويصلح حالكم وحالنا جميعا. الموضوع فيه معاناه. الكومنتات توجع القلب، توجع القلب حقيقي. الاكتر من كده، في رجاله دخلت قالت انا بحس كده مع مراتي، ودي المفاجاه. طب 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 الستات انا ممكن اتفهم ان ماشي ما بتشتغلش، ما عندهاش مصدر دخل، عندها عيالها ومش عارف ايه، فمكمله وخلاص، حاطه يعني الصبر في قلبها ومكمله. طب انت راجل، انت ايدك يعني حياتك في ايدك، ما تطلق. انت ليه عايش كده؟ عرفت ليه بقى عايشين كده؟ بصوا يا جماعه، انا يعني بابايا الله يرحمه كان مأذون، تمام؟ ولما كبر شويه في السن بقى نظره مش احسن حاجه، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه، فبقيت انا بساعده وانا صغير. فانا حضرت جوازات وطلاقات كتيره اكتر مما حد ممكن يتخيل. بناء عليها بقى وحياتي اللي عشتها والمواقف اللي شفتها والناس اللي قابلتها، اكتشفت ان في رجاله مكمله في حياتها لاسباب غير ان عنده مراته وعياله والبيت والكلام ده كله. ده موضوع تعبير حلو جدا في درس العربي هتاخد عليه درجات. بتلاقيه مكمل في حياته لان هو خايف لا يطرد من بيته، وخايف لا يتاخد منه عياله لان مراته حاضنه وماضي على قايمه، فهو هياخد شنطه هدومه ويمشي. ففي ناس مكمله، رجاله بين قوسين، في ناس مكمله حياتها عشان بس خايف يطرد من البيت. لو ادوا له شنطه هدومه يبقى كتر خيرهم يعني. ده نوع، ونوع مش قليل على فكره. في نوع تاني من الستات بقى يا عيني مكسوره الجناح، القايمه بتاعتها مثلا قديمه او من زمان، او سعرها بقى قليل بعد التضخم، فعادي يعني لو هي ب 100,000 جنيه، 100,000 جنيه النهارده دي مش رقم. زمان كانت ال 100,000 جنيه دي فلوس، دلوقتي بقت عادي جدا. قيمتك ب 100,000 جنيه على الجزمه القديمه. فهي قاعده لا عندها دخل ولا عندها معاش ولا عندها حاجه، فقاعده مستحمله صوت تكه مفتاح، واللي بتوجع بطنها واللي بتكتم صدرها واللي زي طلقه الصياد وهم عصافير على الشجره. و زي ما تتخيلوا تخيلوا، خيالكم مهما يجيب كومنتات هتلاقوا. الابناء بقى، لقيت ابناء داخلين بيتكلموا عن ابهاتهم ان العيال بتحس كده اما ابوها يجي. قلت لا اله الا الله، الله يرحمك يا ابويا ويحسن اليك، احنا كنا بنفرح وبنستناه وبابا جه وبابا جه وبتاع. ازاي بني ادم يوصل عياله ان هو لما يرجع ولا يسمعوا عربيته بتركن ولا مفتاح باب الشقه بيفتح، ان العيال تخش تستخبى من الاوضه ولا تتكلم معاه ولا عاوزه تقعد تاكل معاه، ولو قعدهم كانوا معاه بالعافيه لا بيفتحوا مواضيع ولا يقولوا حصل ايه في يومهم النهارده، ولا بيفتحوا قدامه اي حاجه منعا للمشاكل. هو طول الوقت بيتصيد المشاكل، طول الوقت مهما قالوا بيغلطهم،
مهما سمع بيكهرب حياتهم وبيدمر عليهم الدنيا، فمش هنتكلم معاك ولا هنفتح سيرة حياتنا. انت روح الشغل وارجع اتعشى ونام واصحى الصبح. بيوت كتيرة جدا اكتشفت انها كده، مش بس في مصر، كومنتات من دول كتيرة كلهم طبعا من بلدنا العربية، وكلهم بيعانوا نفس المعاناة وبيحسوا نفس الإحساس. الناس كأنها عايشة في سجن. ليه ممكن تكمل حياتك كراجل أو كست وانت مسجون؟ ازاي تبقى انت انسان عايش كده حياتك مكمل ومطلوب منك تربي عيالك وتخدمهم وتراعي مصالحهم، وانت بتحس ان بطنك بتوجعك لما شريك حياتك يرجع البيت، سواء كنت راجل مستني مراتك او زوجه مستنيه جوزها؟ ايه وجع البطن؟ واحد يقول لي انا دماغي بتوجعني، والتاني يقول لي انا جالي امراض الدنيا والاخره من استحمالي. طبعا هو يعني اللي بيصبر وبيكمل طبعا بيبلع لسانه ويسكت، فاللي بيبلع لسانه ويسكت ده بيجيله امراض غير طبيعيه. جالي كومنتات بتقول لي انا جالي المرض الفلاني، انا جالي والعياذ بالله ورم مش عارف فين، انا جالي مش عارف ايه، ربنا يشفي الناس كلها يا رب. إيه للدرجات دي ممكن لما انت تبلع حاجه غصب عنك تقف في زورك تجيب اجلك بعد الشر للدرجه دي؟ طب يا جماعه لا اله الا الله، طب ده احنا عندنا طلاق يعني. وليه بنعمل كده؟ اقول لك ليه بنعمل كده. عشان احنا في حديث مهم قوي 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 ما بقاش حد بيسمع عنه خالص، ولا حتى في خطب الجمعه. خطب الجمعه اللي لسه هنتكلم عنها في لايف تاني ان شاء الله. الحديث بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. لو جيت اتكلمت وشفت نموذج من الرجاله اللي بتخش البيت ومراتاتها بتكره حياتها، هتلاقيه بيتكلم عن القوامه غلط، هتلاقيه بيتكلم عن الدين غلط، هتلاقيه بيتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بربنا غلط. هو فاكر ان القوامه اسوه، حسم وحزم بدون هدف. هو انا لازم ابقى انا مرعب، ده انا مرعب وخلاص، انا مفيش حاجه اسمها كده. طب مين قال لك كده؟ حتى لو كنت انت عانيت في شبابك ولا في صغرك من اهلك، انت ليه بتحمل مراتك وولادك مسؤوليات عيشتك اللي كانت مهببه وطلعتك معقد، مع احترامي لجنابك يعني؟ مين قال لك ان الابهات كده؟ ومين قال لك ان الازواج كده؟ ليه بنوصل للمرحله دي؟ حاجه تانية اهم من كل ده، الولاد الصغيرين اللي دخلوا في عيال كانت بتدعي على اهاليها، بتقول منه لله عيشنا العيشه اللي انت بتتكلم عنها دي كلها ومات الله لا يرحمه. انتوا متخيلين ممكن الاب يكون عامل ايه في عياله وهم كاتمين بقهم خايفين يكلموه؟ متخيلين ركبه ما بيكلموهوش، فلما مات وربنا خده بطلوا يدعوا له بالرحمه بل بيدعوا عليه، عايشهم سنين سودة. انت متخيل ان لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله بيتكلم في ايه؟ ازاي عيالك ما تحبكش؟ ازاي مراتك اللي بتاكل من ايديها وبتنام جنبها تبقى مش طايقاك وصدرها مخنوق وانت موجود؟ وتعالى هنا اقول لك، انت ما حسيتش بحاجه؟ يعني هي مخنوقه وبطنها بتوجعها ونفسها بيتكرش والعصفور والشجره والصياد وطلقه البندقيه، وانت ولا انت هنا ولا انت حاسس ومتكيف؟ يعني انت واخد بالك من اللي هي فيه ده وتمام، انت كده مسيطر راجل دوت كوم، انت كده بقى سوبر مان بقى اللي مسيطر وراعب البيت، والعيال الابره بترميها على الارض ما حدش بيرن، انت كده مبسوط؟ والله لو فهموك ان كده الرجوله، انا اسف يعني انت وهم غلط. الرجوله ملهاش دعوه باللي انتوا بتعملوه ده خالص. لو مراتك ما كانتش مستنيه رجوعك وعيالك ما بيفرحوش برجوعك وما بيحبوش يحكوا لك مشاكلهم وحكاياتهم، عملوا ايه في الفصل النهارده، عملوا ايه في النادي النهارده، عملوا ايه في حياتهم مع اصحابهم، لو بيخافوا يحكوا لك، يبقى انت اب فاشل. اب فاشل. وما تفتكرش ان انت كونك اب ان انت من حقك كل الصلاحيات، لا ده مش حقيقي. كونك خلفت ده مش يعني مش اكسبشن، عندك مخلوقات تانية كتير بتخلف. الخلفة مش انجاز. ايه بقى الانجاز حضرتك؟ انك تبقى اب، انك تبقى زوج. الانجاز ان مراتك تستناك وتفرح لما تتكلم معاك وتحكي لك وتسمعها، ومش معنى كده انك تبقى دلدول، عشان في ناس بتخلط ان انا ابقى قاسي وان انا ابقى حاسم او ابقى مراتي تركبني. ايه تركبك ايه؟ وانت لما تسمعها وتتكلم معاها هتبقى انت مراتك راكباك؟ ولما انت تبقى انت مراتك خلاص كارهه وجودها وحياتها وانت موجود ونفسها تموت؟ انا في كومنتات دخلت ناس بتقول انا بتمنى اموت، بتمنى اول ما يفتح باب الشقه يا رب يخش يلاقيني واقع على الارض ميته. متخيلين العيشه شكلها ايه؟ البيوت مقفول عليها الابواب شكلها ايه؟ عايزين بقى المجتمع اللي معظمه ده، وطبعا اللي ما شافش الفيديو بتاعي او اللي ما علقش اكتر، لان انا في 2 مليون شافوا تقريبا والكومنتات حوالي مش فاكر 150 او 200 الف، لكن اللي ما كتبوش كومنت، اللي ما كتبوش انتوا عايزين حياتنا تبقى عامله ازاي؟ لما انت تبقى عايش في بيت عامل كده هيطلع الناس عامله ازاي؟ المعقدين والناس اللي بتعبوك، اللي بتقابلهم في الشغل واللي بتقابلهم في الشارع واللي بتقابلهم في حياتك واللي بتتجوز منهم واللي بتتجوزي منهم، وهم غالبا طالعين من بيوت عامله كده.
الام مش طايقه حياتها، الاب مش طايق حياته، العيال مستنيين ابوهم يموت او مستنيين يخرج يروح الشغل. دي حياه. انا مش قادر افهم ليه وعشان ايه؟ ومين قال لكم ان كده رجوله؟ دي مش رجوله. لما عيالك يدعوا عليك، انت متخيل يدعوا عليك يعني ايه؟ انا في احدهم قال لي انا ابويا لو مات مش هدفع ديونه. قلت له ليه؟ قال لي خليه يتعذب بيها. متخيلين؟ عاوز ربنا ينتقم له منه، قال لك انا مش هدفع ديونه. ليه؟ كان مش عاوزه. يروح ربنا يحاسبه. ليه توصل عيالك للشكل ده؟ وليه توصل مراتك للشكل ده؟ والازواج المحترمين يعني اللي كانوا بيشتكوا بيقولوا انا حاسس كده مع مراتي، انا حاسس بيك على فكره، بس انت اكيد في حلول يا اخي. اكيد في حلول، مهما كان عليك قايمه ولا مهما كان عندك مشاكل او خايف تطرد من البيت، دي عيشه. واحد كاتب بيقول لي انا بحس كده بالظبط بس مع مراتي. طبعا مع احترامي ليه على راسي، انا مش قصدي حاجه، بس ليه يا اخي؟ عشان ايه يا اخي؟ عشان تبات في الشقه؟ عشان خايف تدفع فلوس القايمه؟ طب هو حد عاقل يمضي قايمه اصلا؟ يعني ده موضوع ثالث بقى نتكلم فيه بعدين. هو في بني ادم يمضي قايمه؟ فانت بتتكلم دلوقتي في حاجه مهمه قوي. يا عم خلاص مضيت قايمه وخلاص، اوكي، كتفوك وربطوا رقبتك، حلو الكلام. طيب وانت طبعا طمعت في ان هم يجهزوا نص الشقه معاك وبلا بلا 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 بلا، وتستاهل لان هم جابوا معاك حاجه. الطبيعي والصح والدين انك تجيب كل واي حاجه، وهي ما تجيبش اي حاجه وتاخد مهر، وفي الاخر ما تمضيش قايمه. هم هيجيبوا معاك حاجات يا باشا، يكتبوا قايمه وتكتب ورجلك فوق رقبتك، ده حقهم بفلوسهم. كان في مثل في الارياف بحبه جدا اسمه بيقول لك ايه؟ لو مراتك ليها مدود في البيت هده. المدود ده للناس اللي ما تعرفوش يعني، البيوت الطين زمان كان بيبقى فيها كده حاجه بيلت ان زي رف كده. رف ده حاجه بيلت ان طالعه من الطين من فوق ما بتشالش، تحط عليها اللمبه الجاز. للي مش عارفين اللمبه الجاز يعني، كان اسمه مدود. تحط المدود عليه اللمبه تنور وبتاع، ما كانش فيه نجف ولا كهرباء ولا الكلام ده. فالمثل من زمان قال لك لو مراتك ليها مدود في البيت، يعني لو هي تمتلك هذا المدود وهي اللي جايباه بفلوسها او هي اللي بنياه بفلوسها، هده. انت متخيل؟ ده مش لحاجه، ده عشان ما تجيش تقول لي انا حاسس ان مراتي لما بترجع البيت صدري بيطبق عليا وبحس ان انا عايز اموت وان انا بطني بتوجعني لما بتدخل عليا. لا يا جماعه مش كده يا جماعه، احنا عايشين الحياه دي عشان نتعذب؟ هو احنا عايشين بنتجوز وخلاص، بنخلف وخلاص؟ الموضوع ايه يا جماعه ده؟ انتوا كانكم محكوم عليكم بالحياه. يعني الست اللي مستحمله دي ممكن اتفهم ان اوكي ممكن تتحرم من الفلوس، جوزها قاسي ياخد منها عيالها، اطفالها صغيرين مش رجاله يقدروا يصرفوا عليها، او بنات شغالين حتى يعرفوا يساعدوها. خلاص يعني امرها الى الله. انا بقيت بقول لهم لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ربنا قادر يصلح حالكم. انما هل احنا المسكوت عنه في بيوتنا للدرجه دي؟ الناس عايزه تموت. ايه العيشه دي يا جماعه؟ ومستغربين قوي احنا ليه عاملين كده في حياتنا، وليه بنتخانق في المواصلات وبنتخانق في الشارع وبنتخانق في الشغل وبنعمل ذنب ومؤامرات ودسائس في حياتنا، اذا كنت انت اصلا مكهرب بيتك. ما طبيعي تبقى انت في الشغل لا تطاق. يعني انت الراجل الاب اللي عامل كده في مراته وعياله عامل ايه في الشغل؟ لو هو مدير عامل ايه في الموظفين؟ ها المديرين بقى اللي بتقعد انا اسف تمرمط الموظفين، انت عامل ازاي مع بيتك ومراتك لما انت بتمرمط ولاد الناس وبتمرمط اهل بيتك؟ عامل ايه مع الغرب؟ انا اتفاجئت، الفيديو ده فاجئني، والكومنتات دي كلها للاسف ما كانش عندي وقت من شغلي والوقت مشغول ارد عليها حتى باستفاضه او اطلع في فيديو اشرح. جات لي الفرصه النهارده ان انا اطلع اتكلم معاكم. يا جماعه الحياه اللي احنا عايشينها دي قلتها احسن، قلتها احسن. الجواز حاجه بتساعدنا نعيش احسن. انا عايش كويس وانا سنجل والحمد لله رب العالمين. لو انا مراتي اللي هختارها دي مش هتخلي حياتي احسن، لا انا افضل سنجل. هو انا ايه؟ هو انا لازم مكتوب عليا ان انا لازم اتجوز؟ لا مش هتجوز غلط، مش هتجوز غلط. فيا جماعه لا، الحياه ما بتتعش كده. والله يكون في عون كل الناس اللي كتبوا كومنتاتهم واللي اتكسفوا يكتبوا. وربنا يبارك في الناس اللي دخلت قالت انا بحب جوزي وانا بحب مراتي وانا بحب، ربنا يبارك في ويكسر من امثالهم. واكيد في غيرهم اتكسف يقول او خاف من الحسد. لكن كلموا الناس يا جماعه، كلموا الناس. يا تتجوز صح يا ما تتجوزش، يا تكون بتعرف تربي عيال وتطلع عيال اسوياء للمجتمع، احرار مش عبيد ليك. في فرق ان يبقى ابنك حر يطلع يتعامل مع المجتمع ان هو حر مش عبد، وانك تطلعه عبد ليك. يمين يمين شمين شمين، دي مش طريقه. انت مجنون، انت مجنون. وتاني كونك اب دي مش ميزه عند جنابك. مخلوقات كتيره بتخلف عادي، عادي. الميزه عند البني ادم انه بيكون اب مش انه بيخلف. فانت لو مش اب يبقى انت راجل فاشل مهما كنت عامل لهم فلوس. بقول لك عيال دخلت بتدعي على اهاليها، يقول الله يرحمه كان واحد يقول الله يرحمه كان بابا كان بنحبه ونروح مش عارف ايه، والتاني يقول منه لله مطرح ما راح الله لا يرحمه. انت متخيل؟ يا جماعه يا جماعه يعني خيركم خيركم لاهله. لو انت فيك حاجه كويسه خليها لاهل بيتك. لو حاسس ان مراتك مكرمشه من ناحيتك اتكلم،
حل. عيالك بيخافوا منك ما بيتكلموش معاك، حل. انما تفرح وتقول انا كده مسيطر وراجل وقوامه، عايز اقول لك ان القوامه بريئه منك، والنبي لو شافك مش هيفرح بيك، وربنا شايفك وعارف اللي بتعمله ده ظلم لعباده، عشان انت راعي ومسؤول عن رعيتك. لما يكونوا قاعدين معاك في بيتك بالشكل ده حرام عليك. لما يكون جوزك بيقول لي ان انا حاسس زي ما ان انا بطني بتوجعني لما بشوف مراتي او اسمع صوتها، شوفي جوزك ماله، شوفي جوزك ماله، انت متجوزاه ليه؟ سبونسر بيصرف، الراجل ده عاوز ايه؟ شوفيه عايز ايه. بس يا جماعه اتمنى ما اكونش صدعتكم النهارده، ده اول لايف يعني، ما عرفتش اطول عليكم اكتر من كده، و يعني لنا لقاءات اخرى ان شاء الله، وهنتكلم في حوارات كتيره، ومستنيينكم ان شاء الله. باي باي.